ازيكم عاملين ايه؟ طبعا كتير منكم شاف فيديوهات من اللي هي بتطلع ريلز على الفيسبوك او على حتى يوتيوب، اللي هي الحياة الواقعية. اكيد سمع الكلمة دي قبل كده عن جي تي اي في. او مثلا مرة كنت فاتح لايفات مثلا، فلقيت ان في واحد بيعمل ستريم للعبة جي تي اي في، بس الغريب انت دخلت انت مش فاهم ايه اللي هو بيعمله. انت لعبت جي تي اي في بدل المرة مليون، بس هو في حاجة غريبة. هو شغال ظابط وبيجري ورا حرامية مثلا، او شغال حرامي بيهرب من البوليس وعمال يلعب معاه بقى ويزاوله ويلبسه في الحيطان وبتاع. هو ده اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. هي دي مودات الحياه الواقعيه او الحياه الواقعيه في جي تي اي في اللي هنتكلم عليها النهارده. خلي بالك ان جي تي اي في النهارده عايشه بقالها سنين طويله، عشرة 3 كونسولات وعشرة اجهزه كمبيوتر كبيره جدا. في ناس مننا، يعني انا جي تي اي في دي انا اعرفها مثلا تقريبا من وانا اظن في اعدادي. ناس كتير مننا جدا عشرة جي تي اي في فتره كبيره جدا. من الحاجات اللي ظهرت في جي تي اي في فتره ما المودز، لكن طبعا روك ستار ما كانتش بتسمح بالكلام ده. فروك ستار عملت تعاون او صرحت لشركه معينه بانها تعمل مودز بشكل قانوني. روك ستار هتستفاد ايه من الكلام ده؟ هتستفاد ان المودز دي، وده شرط مهم جدا واساسي لازم تكون انت عارفه وفاهمه، مود الحياه الواقعيه ما بيشتغلش غير على الالعاب اللي انت شاريها، على اللعبه اللي انت شاريها. لازم تكون شاري جي تي اي في دي سواء من ايبك او من ستيم او حتى من روك ستار نفسها. لكن السيرفرات مش هتشتغل غير على لعبه اصليه، لعبه انت شاريها، مش لعبه كراك. نرجع تاني لموضوعنا. طبعا انت اكيد شفت فيديوهات من دي كتير. ايه موضوع الحياه الواقعيه وازاي بيتلعب وازاي بيشتغل وازاي ادخل فيه؟ للناس القديمه اللي تفتكر ايام كونكر، العاب كونكر زمان ظهرت حاجات كده كان اسمها كونكر تهيس، او يعني هي كانت المسمى الشعبي بتاعها عندنا كونكر تهيس مثلا، لكن هي طبعا كانت سيرفرات مختلفه من لعبه كونكر. انا نفسي عملت سيرفر ليها في فتره في حياتي. هي نفس الفكره عندنا، ان احنا عندنا سيرفرات مختلفه كلها بشكل قانوني جدا. كل سيرفر ليه مميزات ليه عيوب. تدخل فيه تشتغل دكتور، تشتغل ضابط، تشتغل ضابط في الجيش، تشتغل سباك، تشتغل حلاق. الحياه المود فعلا انت بتخش تلعب فيها يعني العاب حقيقيه، وتلاقي في اعلانات بتظهر لك، وتلاقي مثلا احنا بنعين ناس ولازم تخش على السيرفر الديسكورد بتاعنا وتعين ناس وتتعين في الوظيفه دي، مطلوب دكاتره، مطلوب مهندسين، مش عارف ايه، وبتخش حقيقي وبتلعب الكلام ده فعلا جوه اللعبه. انا جربتها فتره لكن بعدت عنها عشان القناه وعشان الشغل اللي عندي الى اخره، ولكن كانت جميله. تعالوا بقى النهارده نتعلم مع بعضينا بكل سهوله وبساطه ازاي نشغل مود الحياه الواقعيه، وازاي نخش السيرفرات، ونختار سيرفر ازاي، وشروط السيرفر ايه. احنا بكل بساطه في البدايه محتاجين نعمل سيرش في جوجل على حاجه اسمها 5 ام ونخش عليها. خلي بالك ان انا في فتره سمعت تقريبا ان في حاجات غير 5 ام بتشتغل، لكن حقيقي 5 ام كان هو اللي اكثر استقرارا فيهم وهو الاكثر شهره بلا منازع. انا ما عنديش فكره في حاجات تانية ولا لا. طبعا دي المتطلبات لتشغيل البرنامج، مش متطلبات صعبه. خلي بالك ان انت ممكن اي جهاز، طبعا خلي بالك ان بسبب ان لعبه جي تي اي في لعبه قديمه وان الاعدادات بتاعتها كويسه، شبه بتشتغل على كل الاجهزه اللي موجوده دلوقتي. ولكن خلي بالك ان 5 ام بيحتاج برضو امكانيات شويه لوحده. فهو هنا بيقول لك انت مثلا الريكومندد بتاعك هيبقى عندك ويندوز 11، وهتحتاج اي 5 من الجيل الثالث، مش حاجه قويه قوي يعني، وهتحتاج كارت شاشه الاكس 8 اف اكس او الجي تي اكس او الجي تي اكس 660. فيعني مش امكانيات متطلبه. طبعا اول حاجه نبداها ان احنا نحمل الكلاينت بتاع ال 5 ام. هيديك اتفاقيات مش لازم تحملها، مفيش مشكله، اقول له تمام انا موافق. هيبتدي يحمل لك الكلاينت بتاع 5 ام. هتبتدي تحمله. الملف الاولاني صغير لكن خلي بالك ان هو هيكمل بعد كده. هنبتدي نسطبه بطريقه عاديه خالص زي ما بنسطب اي برنامج عندنا. ده اللي بقولك عليه. هتبتدي يعمل اول داونلود ل 200 ميجا اللي هو السيرفر نفسه او البرنامج نفسه. هنسيبه يخلص وارجع لكم تاني. وزي ما احنا شايفين عندنا بعد ما الداونلود خلص اللي في الاول، هيبتدي يعمل فيريفاينج للكونتنت بتاع اللعبه. تمام. وهنا بيقول ان هو محتاج ابديت تاني، مفيش مشكله، هنقول له يس. هيعمل ابديت تاني، ويا نهار ابيض يا ساتر، يا نهار. طيب يا جماعه نسيبه يخلص الابديت اللطيف ده ونرجع لكم تاني. زي ما احنا شايفين بعد ما البرنامج خلص الابديتس بتاعته، خلص كمان الابديتس بتاعت روك ستار لونشر، وكمان حمل برامج خاصه بيه هو مع روك ستار لونشر بشكل قانوني عادي خالص، مفيش اي حاجه خارجه عن لان احنا زي ما اتفقنا ان البرنامج ده او السيرفرات دي عمرها ما هتشتغل غير مع اللعبه الاصليه. طبعا هيطلب مننا تسجيل الدخول باكونت روك ستار او الاكونت اللي احنا عملناه اول ما اشترينا اللعبه، ايا كان اشتريناها من على انهي منصه. عادي بندخل الاسم والباسورد بتاعنا وبنسجل دخول. وفي حاجه هنا بتيجي لنا ان هو يطلب ان احنا نربط الاكونت بتاعنا اللي على 5 ام او اللي على روك ستار بالاكونت بتاع 5 ام نفسه. دي انا كنت عاملها من زمان، بتساعدك في ان انت تحفظ السيرفرات اللي انت كنت فيها، التقدم بتاعك جوه السيرفرات اكنها كلاود خاص بيها غير الكلاود بتاع روك ستار. عشان مثلا انت دخلت في سيرفر شحنت فلوس، لان اظن ان في سيرفرات فيها شحن فلوس وكلام من ده، يفضل السيرفر بتاعك محفوظ والتقدم والاكونت بتاعك نفسه اللي على السيرفر ده محفوظ. انت مثلا اشتغلت الشغلانه الفلانيه، لعبت الحاجه الفلانيه،
حوشت فلوس جوه اللعبه مثلا من المهمات او من كده، ده بيحفظ على الكلاود بتاع الابلكيشن نفسه او الكلاود بتاع السيرفر نفسه. دي كده واجهه البرنامج بعد ما بيفتح لنا. فيها شويه حاجات لو حابب تقلب فيها الاعلانات بتاعت الشركه نفسها او بتاعت البرنامج نفسه. واجهه لطيفه بسيطه جدا خالص. احنا بنيجي عند بلاي هنا مثلا بيبقى قدامنا السيرفرات. طبعا انا ظاهر لي السيرفرات المصريه كلها على طول، لان انا كنت دورت قبل كده في السيرفرات. انت لو عايز تجيب سيرفرات تانية مثلا تفتح فلتر هنا كده مثلا هتلاقي سيرفرات لكل الدول. خلي بالك ان السيرفرات العربيه في كذا دوله، اكتر دوله فيها سيرفرات عربيه فيها ناس كتير سيرفرات السعوديه. ده مثلا سيرفر ممكن نتصل بيه عادي مفيش مشكله فيه. السيرفر طبعا بينزل اعلانات عنه وكلام عن الحاجات اللي تخصه. طبعا النت عندنا الحمد لله رايح في داهيه. تعالى مثلا نجرب السيرفر نانو سيتي مثلا. ده كل دي سيرفرات شغاله عادي مفيش مشكله فيها. طيب تعالى ندخل سيرفر نانو سيتي. هنقول له كونكت كده، هيدينا ايه ريكويست الاول. احنا هنعمل مع بعضنا تجربه سريعه كده بس ازاي نعمل كونكت على اي سيرفر وازاي نخش السيرفر ونلعب فيه. كل سيرفر خلي بالك ليه طريقه لعب، واوقات او في الغالب بيبقى كل سيرفر ليه طريقه الشغل بتاعته او الزراير او الادوات اللي هو بيشتغل بيها. احنا هنسيبه ياخد راحته كده شويه بس لحد ما يفتح لنا اي سيرفر. طيب انا شايف ان السيرفرات المصريه بطيئه حبتين، فانا هشيل السيرفرات المصريه وخلينا في السيرفرات بتاعت السعوديه مثلا. دي سيرفرات السعوديه اهي. تعال نشوف اكبر سيرفر فيه ناس مثلا، تقريبا هو السيرفر ده اهو، سيرفر عرب فانسي للحياه الواقعيه. تمام، يلا نعمل له كونكت نشوف كده هيبقى اسرع من السيرفرات المصريه ولا المشكله من النت اللي عندنا، مع اني اشك والله ان المشكله من النت اللي عندنا. اوه ماي جاد، واو. على فكره ممكن يطلب منك دي احيانا ان هو يقول لك ان احنا هنرستر ال 5 ام عشان هو محتاج ابديت عشان يشتغل مع السيرفر ده. وبص هنا مثلا هتبتدي يحمل ملفات اهو، هيبتدي يحتاج يحمل داتا. خلي بالك ان الداتا اللي هو بيحملها دي هي الايقونات اللي مختلفه والعناصر اللي مختلفه اللي موجوده جوه السيرفر اللي احنا بنحاول نلعب عليه. طيب احنا هنسيبه شويه يخلص الداونلود ده لان النت عندي هنا ضايع. انا كده بقالي كتير قوي بحاول اسجل الفيديو ده. طيب بعد ما اللعبه بتخلص عندنا تحميل السورسز اللي في الاول والابديتس والحاجات اللي كنا اتكلمنا عنها، بعد كده بتخش بقى بتبتدي يدخلك على صفحه السيرفر زي ما احنا شايفين كده، وبيبقى في فيديو شغال ورا عن السيرفر وبيسيب لك عنوان للديسكورد والمتجر بتاع السيرفر نفسه لو انت عايز تشتري منه حاجه بفلوس حقيقيه. خلي بالك وكده غير الفلوس اللي انت بتحوشها طبعا جوه اللعبه. بعد كده بتبتدي اللعبه عندنا بتحمل السكريبتات وبتحمل اللبس وبتحمل الماتيريالز بتاعتها وبتبتدي بقى تدخلك بعد كده في السيرفر زي ما احنا شايفين مثلا هنا كده. احنا عندنا هنا كده مثلا بدا يظهر الخريطه اهو، بدات الناس اللي عماله تقتل في بعضها تظهر، الناس اللي بتخش اونلاين هنا هي عماله تظهر كلها. بيبتدي واحده واحده بس يدخلك السيرفريه. خلي بالك ان اول مره بس اللي بتبقى بطيئه، لكن بعد كده بيبقى الموضوع سهل ولطيف وسريع ما بياخدش وقت كتير. لكن هي اول مره بتخش اي سيرفر بتبقى هي صعبه شويه ورخمه وفيها داونلود وفيها شويه حاجات كتير كده. لكن بعد كده ما بتخش السيرفر بعد كده بتقفل اللعبه تفتحها يفتح على طول، عدا لو في ابديت خفيف في السيرفر، رسومات جديده اشكال جديده دخلوها او كده بتتعمل في ثواني على طول وخلاص على كده. طيب كده احنا خلاص الحمد لله وبعد كثير من التحميل دخلنا السيرفر. خلي بالك بقى ان كل سيرفر ليه طريقته في الشغل، بس في حاجات مجمعه السيرفرات كلها. يعني مثلا خلي بالك ان انت مثلا لو بصيت على الشمال هنا انت في عندك صحه ودرع واكل وشرب. انت بتخش السيرفر تبتدي بقى ايه تفهم كل حاجه فيه شغاله ازاي. طبعا احنا لسه لحد دلوقتي ايه يعني الشخصيه بتاعتنا ما ظهرتش، هو خيالها باين على الارض اهو بس لسه ما ظهرش. طبعا من الحاجات الحلوه انت بيبقى في فوق عندك على الشمال هنا كل الحاجات اللي بتحصل في السيرفر. في فوق عندك اسم السيرفر وعدد الناس الاونلاين اللي فيه. في عندك على اليمين هنا شويه معلومات على فلوسك، على الوظيفه بتاعتك، على حسابك في البنك فيه قد ايه ومحفظتك فيها قد ايه ورقم الاي دي بتاعك كام، اعلانات طبعا طيب انا محتاج تبتدي تركز معايا من هنا. انت دلوقتي عندك خلاص السيرفر شبه فتح بشكل كامل. طبعا الكلام ده خد شويه وقت، بيقعد يحمل شويه ماتيريالز، بيحمل الرسومات، بيحمل المحلات اللي حواليك وكل حاجه. باختصار سريع عشان ما احرقش عليك اللعبه اكتر من كده، مثلا انا بس هديك البريف السريع او الهنتس السريعه اللي تقدر تبدا بيها بعد كده وتلعب بيها بعد كده. انت عندك مكان لكل حاجه، مكان للمعالجه نفسك او للصحه لو اتدمجت او حد ضربك. في عندك مناطق اسمها سيف زون، في مناطق مش سيف زون. السيف زون ممنوع مثلا انك تضرب فيها نار او انك تمسك سلاح اساسا. تقدر تسحب فلوس من الحساب الشخصي للمحفظه بتاعتك عشان الفلوس اللي في المحفظه هي اللي بتقدر تشتري بيها اكل وشرب وتشتري بيها اي حاجه. ممكن تبتدي تشتري عربيه، لازم يكون معاك عربيه او تاجر عربيه عشان تتحرك بيها وتلف وتروح وتيجي. هتلاقي بقى تخش تلاقي اعلانات التوظيف، لازم تبتدي تتوظف وتشوف لك وظيفه وتشتغل. كده كده بينزل لك مرتب كل يوم لو انت عاطل، لكن طبعا لازم تتوظف وتترقى وهيبقى ليك معاش وكلام من ده. ومثلا لو اشتغلت في الشرطه هتعمل كمان، لو اشتغلت مع عصابه كل شويه تروح تسرق حاجه زي ما بيظهر لك في الاعلانات في السيرفر من تحت. الموضوع كبير وواسع ومحتاج انك تقعد تدور وتروح وتيجي وتلعب وتجرب الشغلانه دي شويه وتجرب الشغلانه دي شويه وتروح هنا وتيجي من هنا. بس عايز افهمك انت بتعمل كل حاجه لحد الاكل والشرب. انت لازم تاخد بالك من اكلك ومن شربك، لازم لما تجوع تاكل، لازم لما تلاقي نفسك عطشان لازم تروح تشرب، لازم ترتاح، لازم تنام. في مجهود ذهني او في مجهود بدني لازم ترتاح منه وتاخد بريك. فالموضوع واسع، الموضوع
واسع ومنتشر جدا وجميل جدا لناس بتحبه، لكن في ناس ما بتفضلش الكلام ده. طبعا الموضوع في الاول وفي الاخر يرجع للاراء الشخصيه. كده انا شرحت لك بشكل مختصر وبشكل سريع ازاي تقدر تحمل ال5M، ازاي تقدر تربط على اي سيرفر. خلي بالك ان في سيرفرات بتحتاج مثلا يقول لك ايه، خش سجل عندنا في الديسكورد. لازم تسجل في الديسكورد وتحمل الديسكورد على البي سي وتسجل دخول على الديسكورد وتعمل فولو للشانل او للروم بتاعتهم على ديسكورد او السيرفر بتاعهم على ديسكورد. لكن في سيرفرات زي اللي احنا دخلناها النهارده ما كانش طالب مني اروح عند الديسكورد في حاجه، فتخلي بالك بس من الملحوظه دي عشان ما تقابلكش مشاكل. مستني رايكم في الكومنتات، ولو حد عنده اي مشكله او قابلته اي مشاكل واجهته يبعت لي في الكومنتات وانا هرد عليه عناية حاضر. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.